السلام عليكم خوتي، اليوم إن شاء الله عندنا فيديو حول الراتب الخاص بالأساتذة المتعاقدين في مختلف الأطوار. قبل ما نبدأ فقط ما تنسوش فقط الاشتراك في القناة ودعمنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله. دير اشتراك في القناة ونبدأ مباشرة. الراتب تاع أستاذ يخدم في الابتدائي، أستاذ متعاقد، هو 4,270,000 كيما راكم تشوفوا، والمردودية تاعو تجيه كل 3 شهور، 3,800,000. يعني تقريبا في الشهر الواحد عنده المردودية 1,000,000. أستاذ التعليم المتوسط الراتب الشهري تاعو يكون 4,450,000 والمردودية تكون 3,200,000. يعني في الشهر الواحد تجيه 1,080,000 هكاك. أما بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الراتب تاعو راح يكون 4,000 أو 4,800,000. أما المردودية تاعو هي 3,400,000. يعني بالتقريب هكاك راح تكون 1,110,000 هكاك بالتقريب، يعني أكثر بشوية لكن بالفاصلة معليش. غالبا يخلصوهم في نوفمبر أو في ديسمبر، نادرا وين يخلصوهم في جانفي. نحكي بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، ومن بعد يولوا يخلصوا كل شهر بطريقة عادية. الراتب هذا اللي راح يخلصوه مش كامل يخلصوا هذا الراتب، لأنه كاين مناطق وين يكون عندهم أكثر، وكاين مناطق وين يعود عندهم لاباز، يعني شغل الراتب الأساسي مباشرة. يعني ما كانش كي تهبط للجنوب راح تلقى بلي الراتب راح يزيد أكثر حسب المنطقة. المهم خوتي، كان هذا هو الفيديو، ما تنسوش فقط الاشتراك في القناة ودعمنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله.